السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب. انا صابه الحمد لله. قولوا لي يا البنات واش راكم، واش حوالكم، صحيحتكم، الناس العزاز عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. قبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم كالعاده نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونشكر كامل المشتركات ونقول لهم يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، نورتوني شرفتوني. وبارك الله فيكم على تعليقاتكم الشابه. وكل وحده خلات لي تعليق مليح نقول لها يعطيك الصحه بارك الله فيك، ولك بالمثل. الوغ حبيباتي، لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم ولا روتين تاعنا تاع نهار اليوم هي عباره عن وصفه اللي كما شفتوا في العنوان تاع الفيديو، اللي هي الاوراق تاع الديول. يعني بزاف من الناس هكا يخافوهم ولا ما يديروهمش، ولا يعني يقول لك ما عندناش سنين تاع نحاس ما نديروهمش. انا حبيبتي نهار اليوم راح نعطيك يعني وصفه تقليديه، يعني تاع بالسميد يعني تعجنيها كما نقول وصفه تقليديه. بصح ما اللي ما عندهاش سني تاع النحاس نقولها حبيبتي برك في المقله هكا تكون مثل السقش، تقدري ديريهم يعني ويجوك ما شاء الله. نقول لك برك تبعيني يعني خطوه بخطوه وان شاء الله راح تنجحي فيهم. فوالا حبيباتي، هنا واش عندي هنا حبيباتي كنت بديتهم هنا مور العصر. كما نقولوا تمتم مور العصر بديت نعجن كما شفتوا، طلعت برست على القهوه مور العصر است قهوينا. بديت عجنتها، قص اللي عجنتها ريحت شويه، طيبتها، جيت مع المغرب سوسوه، يعني ما شدتش مني كامل الوقت. ويعني كما نقولوا هنا ما درتش كميه كبيره كما راكم تشوفوا فيها، يعني كميه صغيره برك يعني باش نوري لكم. وما انتم حبيباتي يعني المره الاولى ماذا بكم ما تكثروش، يعني ديروا كميه قليله. فوالا. باش يعني كما نقولوا ما تخسروش كميه كبيره. يعني المره الاولى كنقولوا بالك تجيكم شويه صعيبه، كديروا كميه قليله يعني تقدروا لها وما تكروش منها. هذه هي كما قلت لكم. فوالا حبيباتي، واش درت يعني الديول تاعنا، الورق تاع الديول تاعنا ما فيهمش الفرينه كما نقولوا، غير شويه تاع سميد شويه تاع الملح، ونلموهم بالماء عادي. هذا ما كان نلموهم عجينه تكون متماسكه، تكون كما نقولوا يابسه، ما تكونش جريه بزاف باش نعجنوها غير بشويه. هذه ملاحظة مهمة حبيباتي. كما شفتوني مع الأول لميتها يابسة كما كنتوا تشوفوا، عجنتها غير شوية وندير لها هكذا غير بشوية تاع الماء كما نقولوا، غير هكذا قطيرات برك. وندخلها مليح كما راكم تشوفوا. بعد اللي ندخلها كامل راح نزيد شويه تاع الماء وهي رايحه كما نقولوا، ندير بشويه وندخل ذاك الماء، نزيد ندير بشويه كما راكم تشوفوا وندخل ذاك الماء وهي رايحه كما نقولوا. ندير غير باش يعني ما كثرش ندير من اللوز زعما نقولوا كاس ولا لا لا حبيباتي، ديروا غير بالقطره ودخلوها مليح، عجنوا العجينه تاعكم مليح. وكل ما تشرب العجينه تاعكم هذاك الماء نزيدوا قطره وهي رايحه. هذا ما كان كما قلت لكم يعني ما شدتش كامل مني الوقت، هكا مول العصر بيبيع عجنتها ادلكتها مليح كما راكم تشوفوا، خليتها تريح حوالي ساعه ساعه ونص. طيبتها كما قلت لكم، جيت جوست مع المغرب، يعني ما شدتش مني الوقت بزاف. هذه يا حبيباتي. كما قلت لكم يعني معروفين الديول من بكري يديروهم، يعني معروفين السميد والدليك تاعهم مليح، عجينتهم تكون مليحه، ولازم السني تاع النحاس. بصح حبيباتي يعني كما قلت لكم يعني العجينه هي ما بدلت فيها والو، السميد وملحومه تدلكوها مليح. بصح في عوض ما طيبوهم في السني تاع النحاس يعني عادي حبيباتي، فتكون هكا مقله هكا مثل السقش، وانتم كما نقولوا تاع الكخاب ولا، وانتم درتو ديول تاعكم. يعني بزاف من الناس كما نعرفوا حبيباتي ما يحبوش الديول، يعني دوكا نشوفوا بلي كان تاع المصانع. بصح ما كاين بزاف الناس ما يحبوهمش، يقول لك ما فيهمش البناك، شغل ناكل فيه كغط. يعني البنا كامل في الورق هذو تاع الديول تاع الدار، يعني صح بنتهم بنا باسكو بالسميد ومدلوكين، ولا كما نقولوا البوراك تاعهم ولا البريك ولا لي سيجار ولا الصمصه تاعهم، يعني تجي بنينه ما شاء الله. هذه يا حبيباتي. هنا كيما راكم تشوفوا يعني ماني ندير والو، قلت لكم برك ندير قطيره تاع الماء ندخلها مليح وندلكها شويه، كي نشوفها نشفت كامل نزيد قطيره تاع الماء وهي رايحه. يعني هذا واش راني ندير. فوالا. هنا بدات العجينه تاعنا تطلق شويه شويه كما راكم تشوفوا، يعني مع الاول كانت يابسه وحاكمه روحها، مي كان ندير لها بشويه بشويه تاع الماء راني ندلك فيها. راكم تشوفوا باللي بدات تطلق روحها وبدات تولي طريه. هذه يا حبيباتي.
كما قلت لكم ما تسرعوش من الاول تزيدوا لها بزاف الماء، لا لا حبيباتي خلوها يابسه وديروا بشويه بشويه. فوالا. يعني القوام تاعها حبيباتي حتى تحصلوا على عجينه كما نقولوا. القوام تاعها يجي كما القوام تاع العجينه تاع السفنج ولا تاع الخفاف، كل واحد واش يقولوا. هذه هي ما تكونش كما العجينه تاع المسمن تكون حكمه روحها، تكون عجينه طريه بزاف كما عجينه السفنج. يعني باش تعرفوا القوام تاعها كيفاش يكون. فوالا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، يعني العجين تاعنا كيما نقولوا يعني كامل كامل. العجين تاعو شد لي حوالي واحد 25 دقيقه هكذاك، يعني كامل كامل بين ما بديت نعجن فيها وبين ما كملت حوالي 25 دقيقه حتى تقريبا نص ساعه. هذه هي انا حبيباتي كي بديت نتحصل على عجينه تكون طريه، هاني هكاك شغل مره مره نخبط فيها كما نقولوا. كتولي لنا طريه. نشمخو يدينا هكا بالماء ونبداو شغل نخبطوا فيها. فوالا حبيباتي. يعني هكا مره مره نشمخو يدينا ونخبطوا. ما نكثروش بزاف في الماء باش ما تغبناش العجينه وما يجرناش العجين بزاف. هذه كما نقولوا ملاحظه لازم تاخذوها بعين الاعتبار. كما راكم تشوفوا حبيباتي. كيما على حسب الكميه كما قلت لكم، انا سييت برك معكم هكا كميه قليله باش نوري لكم برك. يعني درت كميه قليله يعني كيما شفتوا مع الاول، ماشي كميه كبيره. وقطعت لي حوالي كما نقولوا 12 حبه ولا كما نقولوا تزيله. هذه هي حبيباتي. هنا بعد اللي كنت كملتها كنت كما شفتوني كنت خبطتها شويه شويه. تحصلت على عجينه يكون اطري. فوالا كيما عجينه الاسفنج درتو فيها كاين صغير وغطيته خليته يريح حوالي ساعه ساعه ونص. عاودت وليت ليه شعلت المقله تاعي تاع الكخاب عادي. درتها تسخن على نار متوسطه ماشي قليله وماشي عاليه بزاف كما راكم تشوفوا. بديت نطيب فيه يعني ان نشمخ يدي بشويه تاع الماء، نحكم شويه تاع العجينه ونبدا كما نقولوا نفوتها على كامل الطاجين تاعي ولا السنيوات ولا السني تاعي ولا المقله تاعي. كيما راكم تشوفوا حبيباتي وين نشوف هكا فراغات نشد شويه تاع العجينه وعادي نغلقها بشويه تاع العجين عادي، يعني ما نخافوها. ما والو. من بعد كي تنشفنا هكا بسباتول ولا نسيو كيفاش نرفدوا لها الطرف تاعها ونحوها عادي كيما راكم تشوفوا. يعني راهي تنحت معنا بكل سهوله. راهي شابه كما نقولوا. ماهيش رقيقه مليحه. هنا برك يعني الكاميرا ما عطاتلهاش حقها مليح مليح، يعني هي في الاصل هنا راهي تبان لك شغل. فوالا تبان لك شغل الورقه تاعي راهي تبان شويه خشينه، ما هي في الاصل ما جاتش هكذا كما نقولوا هكذا كنت تشوفوها قدامكم يعني كيما تاع. فوالا كيما الديول تاع الدار يعني رقيقه كما شفتوني. يعني العجينه ما تزربوا كما نقولوا تفوتوها في المقله باش ما تغلبكمش. هذه هي كي تشوفوا هكا فراغات بشويه تاع العجين برك هكا في صبعتيكم وانتم غلقتوه كامل هذوك الفراغات. هذه هي كي تنشف لنا نرفدوها عادي تتنحنا بكل سهوله. نحطوها هكا في طرشونه. هذه استوس مهمه ثاني تكون هكا طرشونه مشمخه ومعصوره مليح. تحطوها وتغطوهم باش كيما نقولوا باش يطراو معاكم. هذه يا حبيباتي هنا بعد اللي كمل طيبت كامل الديول تاعي كما راكم تشوفوا. يعني يجوا الديول تاع الدار معروفين هكا يجوا خفاف يجوا اصفر الله الله كما نقولوا تاع السميد. كما نقولوا ماشي كما تاع يعني كان ديفيرونس كبير بين الديول تاع المصانع وبين الديول تاع الدار حاجه باينه. هذه راكم تشوفوا قلت لكم الكميه هذه قطعت لي 12 حبه اللي هي طزينه. كما نقولوا تجي جهه حرشه اللي تجي على الداخل والجهه رطبه بيان سور تجي على برا. وان شاء الله حبيباتي راح ندير لكم به الفيديو الجاي نسيل لكم به وندير لكم قدامكم راح ندير به البريك العنابي. يعني راح تشوفوه باللي ناجحين وجاي جو الله يبارك عليهم. هذه هي نتمنى حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتسيوها ونقول لكم ما تخافوهاش سيو وان شاء الله تنجحوا فيها. كما راكم تشوفوا يعني يتلواو عادي كما هكذا فوالا على شكل سيجار ولا على شكل صمصه يعني يجوا ما شاء الله وخفاف وكما نقولوا رقاق والبنه تاعهم ما نحكي لكمش. ان شاء الله حبيباتي راح كما قلت لكم الفيديو الجاي راح ندير لكم بهم البريك العنابي راح تشوفوا بعينيكم باللي ناجحين وكما نقولوا النتيجه مضمونه 100%.
هذه هي. فوالا حبيباتي، بيان سور هكا يكونوا هكا حبيبات كيما فوالا كيما اللي يتبعوا برا، يكونوا هكا حبيبات، يكونوا مقطعين هكا شويه شويه ولا. بصح قلت لكم يعني الديول تاع الدار فيهم بنا وحدهم، ماشي كيما تاع المصانع. وبزاف ناس نعرف باللي بزاف ناس ما يحبوش الديول تاع المصانع، يفضلوا هذا الديول تاع الدار. يعني كيما يقول لك يعرفوا باللي بالسميد ومعجونين مليح. هذه يا حبيباتي، هنا وصلنا فوالا كما شفتوني هنا باللي يعني لفيتهم هنا مفرغين، درت لكم هكا على شكل سيجار وعلى شكل سمسة. شفتوا باللي الشكل تاعهم يعني ما يتكسرش، لا بس عليه. حبيباتي نقول لكم هنا وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. تهلاو في روحكم، تهلاو في الناس العزاز عليكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع روتينات اخرى، وصفات اخرى باذن الله. راح ان شاء الله نسيلكم بهم وندير لكم البريك العنابي. انتظروني حبيباتي، ونقول لكم ابقاو على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.